السلام عليكم، معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. يلا بينا النهاردة نعمل الطحينة في البيت بمكونات سهلة جدا وبسيطة وبكمية كبيرة جدا. احنا دلوقتي معانا ربع كيلو سمسم، ومعايا 200 جرام سوداني اللي هو الفول السوداني، ومعايا كوباية دقيق، ومعايا رشة ملح بسيطة، ومعلقة سكر، ومعايا زيت. طبعا احنا النهاردة هنعملها ان شاء الله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والكمية ما شاء الله مش هقول لكم بقى عليها. خلاص، انا هاخد كده السمسم، حتى لو كان متحمص انا جايباه سمسم ابيض، فانا هحطه على النار واحمصه. حتى لو متحمص برضو هاخده على النار كده تقليبتين بحيث ان هو يسخن عشان يخرج منه الرطوبة. خلاص هحمصه بقى كده هو لغاية اما ابص كده الاقيه احمر كده على بسيط لوحده طبعا. وهاخد بقى السوداني وكمان هحمصه. انا جايبه السوداني ده يا جماعه من العطار، فالسوداني ده بيبقى رخيص عن السوداني بتاع المقله، وعلشان ما يكلفكيش كتير الطحينه ما تكلفكيش كتير. خلاص برضو هحمصه كده، بصوا لونه غير ازاي. هحط بقى الاتنين على بعض واقلبهم كده مع بعض تقلبتين، عشان انا لو عملت الاتنين مع بعض في طاسه واحده احمصهم يعني مع بعض، السوداني بيتوه وسط السمسم ومش بيتحمص كويس. وانا عايزه احمصه كويس علشان الطحينه تعيش معايا، وما احفظهاش في التلاجة، يبقى احفظها بره التلاجة. خلاص هحمصهم بقى كده مع بعض شويه كده مع بعضهم. وهقولك كمان واحنا كده وسط التسجيل كده هقولك على الاخطاء اللي ممكن نقع فيها وازاي تعالجيها. خلاص هحط بقى الدقيق على السمسم والسوداني، ولازم يا جماعة يسخن، كله يسخن كده مع بعضه عشان الرطوبة تخرج منه. والطريقة دي سهلة جدا في عمايل الطحينة. مش هطحن بقى كل حاجة لوحدها، وعشان الزيت ما يخرجش من السمسم ويلزق معايا كده ويبقى يعني ينزل الزيت بتاعه في الكبة، هتبقى كده حاجة مش ظريفة. خلاص هاخدهم بقى كده هو بعد ما يهدى بقى خالص من على النار، هاخدهم في الكبة، هطحنهم في الكبة. طيب قدري بقى ان انت بعد ما عملت الطحينة ديت طلعت خفيفة، هعمل ايه؟ طلعت خفيفة، يبقى هسخن شوية دقيق على النار برضو مع التقليب المستمر، وازود بيهم الطحينة اللي عندي. هبص الاقيها تقلت معايا، افضل اقلب فيها كده لغاية اما تتقل واحصل على القوام اللي انا عاوزاه. طب قدري طلعت الطحينة تقيلة، هزودها زيت. يبقى في الحالتين لو الطحينة ما نجحتش معاكي او لقيتي فيها عيب، انت ممكن تتداركي العيب دوت وتصلحيه. يبقى لو خفيفة هزود دقيق بس بعد ما اخده تقلبتين على النار ويسخن معايا. لو تقيلة هزود زيت. اتفقنا؟ وهعمله كمان، هعمل جزء كمان منه في الخلاط اللي هو الطحان بتاع الخلاط. يبقى انت ممكن تعملي بطريقتين. لو ما عندكيش كبة هتطحني المكسرات بتاعتك في الطحان بتاع الخلاط، لو عندك كبة هتطحني في الكبة. خلاص هاخد بقى الزيت بتاعي اللي هو المج دوت، واحط عليه نطرة ملح، واحط عليه معلقة سكر، واخده كده هون في الخلاط كده تقلبتين في الخلاط. والخطوة ديت علشان اولا الزيت ما يفصلش من الطحينة، بس على فكرة برضو بيفصل، وكمان علشان ادوب السكر والملح. كل شوية بقى هاخد كده جزء من المكسرات اللي انا طحنتها لوحدها واحط على الزيت وانعم في الخلاط. والخطوة ديت علشان ما احطش كمية المكسرات بتاعتي كلها على الزيت،
كده هيبقى غلط للخلاط، فهاخد كده شوية شوية. وهقولك كمان في اخر الفيديو على الكمية اللي طلعها اللي طلعت من الخلطة ديت. كمية ما شاء الله طلعت رائعة، كمية كبيرة جدا ما شاء الله. بصوا هاخد كده شوية وارجع تاني احط بقية المكسرات واخلط، وهزود زيت لان لقيت الطحينة تقلت، فهزود شوية زيت. وهطحن برضو كمية المكسرات ديت، وبعدين اقلبهم كله على بعضه عشان ما يبقاش معايا جزء خفيف وجزء تقيل. ومش هتشتري الطحينة من بره تاني ابدا لو جربت الطريقة ديت. السوداني بيديها طعم جميل جدا. بصي بقى اهي، بصي ما شاء الله الطحينة نازلة اهي زي ما انتم شايفين، نعمت خالص خالص في الخلاط. وانا كمان لقيتها خفيفة شوية، فقلبت كام ربع كوباية كده من الدقيق، قلبتهم على النار تقلبتين وزودتها بعد كده، فالكمية ما شاء الله زادت. بصي ادتني قد ايه، كيلو طحينة، كيلو طحينة. وشيلي منهم بقى 100 جرام من وزن الشفشق دوت، فادتني تقريبا 900 جرام طحينة. في منتهى الروعة والجمال، واتمنى ان انتوا تجربوها، مش هتشتريها تاني من بره ابدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.